كلمة النعجة لها أثر كبير على الراعي في الجزائر، فهي رفيقته الأبدية ومصدر العيش له، بل هي لوحة فنية مرسومة في ذهنه يتغنى بجمالها يوميا. تنفر النعجة أو العنزة صغيرها لعدة أسباب، أهمها ألم الولادة والتوتر الشديد أو نقص بعض الهرمونات وخاصة هرمون البرولاكتين. وعندما تنفر الشاة صغيرها وجب على الراعي أولا حقنها بهرمون البرولاكتين لزيادة الحليب إن كان ناقصا، ثانيا عزلها في مكان مظلم هي وصغيرها، ثالثا تدورها حتى الإغماء لتنسى ظروف الولادة، رابعا إرضاع الصغير منها لتسهيل ضخ الحليب في الضرع، خامسا إعادتها للمكان المظلم مع صغيرها وتخويفها بحيوان مثل الكلب أو القط.